كلنا عرفنا أرطغرل من المسلسل، البطل اللي ما بيموتش واللي بيفتح بلاد لوحده وبيقف ضد المغول والصليبيين. بس تعالى كده وقول لنفسك بصوت هادي، فين الحقيقة وفين الخيال؟ ولو قلتلك إن 90% من اللي شفته ما فيهوش أي دليل تاريخي، لو قلتلك إن أرطغرل نفسه ممكن ما كانش له وجود بالشكل اللي فاكرينه، هات خربوش الشاي الجميل بتاعك وتعالى نسمع القصة من جديد. أرطغرل رغم شهرته دلوقتي محدش كتب عنه وهو عايش، ولا حتى أشهر مؤرخي عصره ذكروه. يعني بطل بيهزم جيوش ومفيش مؤرخ شافه. أول مرة اسمه ظهر كانت بعد وفاته بقرن، وده يخليك تسأل، هو فعلا كان موجود ولا الدولة العثمانية اختارت تبني ليه قصة تخدم مشروعها؟ في سوغوت في قبر مكتوب عليه الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، بس القبر ده ما اتبناش غير في القرن 19 في عهد السلطان عبد الحميد، يعني بعد 600 سنة من وفاة أرطغرل. وقتها كانت الدولة بتنهار وكانت محتاجة بطل، والبطل جه من تحت التراب. اللي اتقال إن أرطغرل من قبيلة قي، بس مفيش ولا وثيقة عثمانية أصلية بتأكد ده. بعض الباحثين بيقولوا إن القصة دي اتفبركت عشان يربطوا العثمانيين بتاريخ نقي نبيل، وإنه تم تصنيع نسب قي لاحقاً، زي ما كل إمبراطورية بتحب تكتب أصلها بإيدها. المفاجأة الأكبر، أرطغرل ما حاربش المغول أصلاً، ولا ذكر اسمه في سجلاتهم، ولا حتى صدام مباشر مؤكد مع جنودهم. اللي حصل إنه خدم سلاجقة الروم واتكافأ على خدماته. يعني كل الشروط اللي شفناها احتمال تكون مجرد خيال سينمائي. أيوة، في احتمال كبير إنه كان موجود فعلا، بس مش بالأسطورة اللي في خيالنا. كان قائد قبيلة صغيرة في زمن كبير بينهار، مهد الطريق لابنه عثمان. بس القصة الحقيقية أبعد بكتير من كام فارس بيحاربوا جيش كامل بالسيوف. ساعات القصة الحلوة بتغلب الحقيقة، وساعات إحنا بنحتاج البطل حتى لو البطل كان مجرد فكرة. أرطغرل يمكن ما كانش زي ما اتقال لنا، بس من غير الحكاية اللي اتقالت ما كناش نحلم بإمبراطورية عثمانية استمرت 600 سنة. يعني البطل الحقيقي مش دايما لازم يكون حقيقي، بس لازم يكون ملهم. لو الحكاية دي عجبتك انزل اكتب لي في الكومنتات تحب نكشف مين كمان الحلقة الجاية. كل حلقة هتبقى خربوش شاي جديد، بس اوعى تنسى تشترك وتفعل الجرس عشان عندنا ملفات أكتر وأكتر.